السلام عليكم، اهلا بيكم في الاسبوع الرابع من افكار اللانش بوكس. وفي الاسبوع ده هنعمل اسبوع الالوان، يعني كل يوم باذن الله هياخدوا لون معين. تعالوا نبتدي على طول. السلام عليكم. تعالوا نشوف الاولاد هياكلوا ايه يوم الاثنين ان شاء الله. هم عندهم الحد والاثنين اجازه، بس انا حبيت اوريكم هم هياكلوا ايه يوم الاثنين علشان على الاقل يكون في 4 ايام في الفيديو ده باذن الله. فالنهارده اللون هو اللون الاصفر وكلهم هياخدوا نفس الحاجات، فانا هوريكم هم هياخدوا ايه. اول حاجه هياخدوا هنا دانت بالفانيليا، بس انا حبيت اقلبه علشان هنا في لون ازرق فيبقى كله لون اصفر، فان هياخدوا كلهم دانت بالفانيليا. وهياخدوا برضو هنا كورن فليكس مع لبن من نسكويك، وهياخدوا هنا شرايح من الجبنة التشيدر على شكل نجوم، وحبة من البسكوت المملح. وهياخدوا كمان طماطم لونها اصفر، وهنا هياخدوا الفاكهة بتاعتهم مشمش 2 من المشمش، وهياخدوا 3 من الناجتس، وكلهم هياخدوا نفس الحاجة. وهوريكم هم اكلوا ايه بعد ما يخلصوا ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الاطفال خلصوا اكلهم وهنشوف هم اكلوا ايه. هبتدي بهنا. هنا اكلت كل حاجه، فاضل شويه من البسكوت. ايه اكتر حاجه حبيتيها في الاكل النهارده يا نانا؟ كل حاجه. ماشي، نشوف سما. ما شاء الله هنا اكلت معظم الحاجات، فاضل بس هنا شويه من الطماطم، بس هي عندها حراره في بقها. صح يا هنا؟ ايه صح يا سما؟ فما قدرتش تاكل الطماطم. ايه اكتر حاجه عجبتك النهارده؟ الدانيت. طب كويس. وميزو سوري هنا ما اكلش المشمش ولا الطماطم، بس هو اكل كل حاجه تانية. ايه اكتر حاجه عجبتك في الاكل؟ انا عجبك الناجتس؟ طيب تمام كده. ده كل حاجة، ونشوفكم بكرة ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تعالوا نشوف العطافيل هياخدوا معاهم ايه يوم التلات ان شاء الله. واللون بتاع يوم التلات هو اللون البرتقاني، فتعالوا نشوف هم هياخدوا ايه. هبتدي بابني الصغير. هنا هياخد بريتسلز، ده بسكوت مملح وحاجة حلوة من تويكس وعصير برتقان. وهنا في يوسفندي وكريم كراميل، وتحت هنا في لفائف التورتيلا بالجبنه الكيري والجبنه الشيدر والرومي المدخن، وهوريكم انا عملتها ازاي بعد الفيديو ده على طول. وهنا برضو في تحت اليوسفندي جزر، وانا حبيت ازود له هنا رايس كريسبس كورن فليكس برضو، بس نوع مختلف علشان يجربوا ويشوف هيحبوا ولا لا، وخفت ان هو في حاجه ما تعجبوش فيكون جعان. نشوف سما. سما هنا هتاخد برضو دانيت كريم كراميل، ومن تحت فيه برضو حاجة حلوة من تويكس، برضو بريتسلز، ومن تحت فيه جزر. وهنا فيه يوسفندي وعصير برتقان معلقة بتاعتها. ومن تحت هي عايزة مكرونة، ودي باقية من الغدا بتاع النهاردة، وهي بس عبارة عن اسمها بيتزا المكرونة، اللي هي عبارة عن مكرونة مع هوت دوج وفلفل وبصل وطماطم وزيتون وجبنه على الوش. يعني هي شبه البيتزا شويه بس بعملها بالمكرونه. وبرضه هتاخد هنا واحد من الكورن فليكس ده. وبالنسبه لي هنا هتاخد تقريبا نفس الحاجات، بس هي هتاخد هنا برضو لفائف التورتيلا. وده كل حاجه، وهنشوفكم لما يرجعوا ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم. الاطفال رجعوا من المدرسه وهنشوف هم اكلوا ايه النهارده. هو ميزو ما راحش الحضانه النهارده علشان هو كان عيان، بس اكل شويه من اللانش بوكس. فاكل هنا معظم البريتسلز واكل العصير والحاجه الحلوه، بس ما اكلش حاجه تقريبا من دول، ولا الفاكهه ولا الجزر، وبس اكل حاجه بسيطه من الكريم كراميل. نشوف هنا. هنا اكلت ده. هنا كان فيه العصير والحاجه الحلوه تقريبا والبريتسلز. ما اكلناش فيه البرتقال هنا، وعشان التيتشر قالت ما ناكل ده. تيتشر قالت لك ما تاكليش البرتقال. احتمال برضو. هنا اكلت معظم الجزر واكلت الكاستر اللي غرق الدنيا ده. طب ما اكلتيش ليه دي؟ عشان انا شفتها عشان كانت لونها وحش، مش كنت انتي عايزاها اللي بالشوكولاته؟ طيب ماشي. مش كنت عايزه اجربها. مش عايزه تجربيها ولا الحاجه الحلوه؟ هتاكليها دي دلوقتي؟ طب خليها بعد الغدا. طيب ليه؟ عشان ما نشبعش، ناكل الاول. طب ايه اكتر حاجه عجبك السندوتشات النهارده؟ انا عايزه تاني. خلاص ماشي ان شاء الله. ما نشوف سما. انت كنت عايزه المكرونه فاكره؟ نشوف سما. هنا ما كلتش الكريم كراميل. طب ما كلتيش الكريم كراميل ليه؟ ما كانش في وقت. هي عندها حراره بقها، فتقريبا البرتقال كان بيلسعك البرتقال. طيب يا ماما. وهنا ما كلتيش حاجه من الجزر برضو؟ كان صعب على اسناني. كان صعب عليكي. شربت العصير. كلنا هنا الحاجات. كلنا هنا معظم المكرونه، وده كل حاجه. وهنشوفكم بكره ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تعالوا نشوف البنات هياخدوا معاهم ايه يوم الاربع ان شاء الله. ويوم الاربع هو يوم اللون الاخضر. هو للاسف ابني الصغير مش هيروح الحضانه يوم الاربع علشان هو لسه تعبان، عنده كحه شديده وبيلتهاب في الحلق وكده، فهسيبه يقعد كمان يوم في البيت علشان ما يتعبش لو راح. فهنشوف البنات هياخدوا معاهم ايه، وهما الاثنين هياخدوا نفس الحاجه تقريبا. فهديلهم كمثرى، وانا هنا قطعتها وربطتها تاني بالاستيك كده زي ما انتوا اقترحتوا عليا. فان شاء الله تفضل زي ما هي وما تغيرش لونها. وهياخدوا هما الاثنين عنب، وهنا هياخدوا خيار، وهنا بقى دي مفاجاه هياخدوا فول اخضر. وانا جبت الفول الاخضر وسلقته، وبعدين فصصته من القشره بتاعته ورشيت عليه رشه ملح. انا عملت لهم مكرونه بالبيستو صوص وفراخ وطماطم. والبيستو صوص هو صوص الريحان وانا بجيبه جاهز. فانا هنا حطيت سلقت المكرونه وحطيت عليها صوص الريحان وكريمه طبخ، وبس كان في عندي فراخ مسلوقه متقطعه حتت صغيره، وطماطم برضو قطعتها حتت صغيره، وحطيته هنا في الترمس عشان يفضل سخن. وهياخدوا كمان هنا عصير تفاح عشان اللون الاخضر. ودي حاجه حلوه لقيت برضو لونها اخضر فجبتها لهم. هي اسمها فروت باي ذا فود، وعباره عن بس جيلي بالفراوله. فده كل حاجه، وهنشوفكم لما يرجعوا ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. البنات رجعوا من المدرسه وهنشوف هم اكلوا ايه النهارده. ابتدي بهنا. هنا كلت هنا حوالي نص المكرونه، وهنا كلت معظم الكمثرى والعنب والخيار. مكلتيش ليه دول يا نن؟ عشان مش عايزه ده. بس مش عايزاهم خلاص؟ بطلت تحبيهم؟ هو باين يعني تقريبا ما كلتش منهم حاجه غير حاجه بسيطه يعني. ايه اكتر حاجه عجبتك النهارده طيب؟ التفاحة فيهم البذرة. كان في القعدة دي فيها بذرة؟ تمام.
سما هنا كلت برضو حوالي اكتر من النص بشويه من المكرونه. وهنا كلت معظم ولا ايه ولا هو وقع كلت شويه من العنب، كلت كل الكمثرى، ما كلتش حاجه من الخيار، ما كلتش الفول. ليه طيب ليه ما كلتش الخيار؟ هتاكلي انتي يا نانا؟ صعب اكله هنا. طيب وليه ما كلناش الفول ده؟ الفول كلتي شويه. طب ايه اكتر حاجه عجبتك النهارده؟ الكمثرى. الكمثرى برضو. طيب ماشي، ده كل حاجه وهنشوفكم بكره ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تعالوا نشوف البنات هياخدوا معاهم ايه يوم الخميس ان شاء الله. ويوم الخميس هو اللون الاحمر فانا هوريكم هم هياخدوا معاهم ايه ان شاء الله، وهم هياخدوا نفس الحاجات. فهنا انا هديهم كمثرى لان هي عجبتهم جدا، فانا حبيت اديها لهم تاني وعملتها بنفس الطريقه، قطعتها وبعدين عملتها بالاستيك كده عشان ترجع زي ما هي. وهياخدوا هنا طماطم وبيبروني وفراوله، وهياخدوا كمان حاجه حلوه هنا من كيت كات عشان لونها احمر. ومن تحت هنا في ميني بيتزا بالبيبروني، وتحت الفراولة في توت احمر، وهنا برضو تحت الفراولة في توت احمر، وهنا من تحت في ميني بيتزا اللي انا عملت الطريقة بتاعتها الاسبوع اللي فات. وكمان هنا هياخدوا لبن من المراعي بالفاكهة بالتوت والفراولة علشان برضو الغطا بتاعه لونه احمر، فهيمشي مع اللون بتاع يوم الخميس. وده كل حاجة وهنشوفكم لما يرجعوا ان شاء الله. السلام عليكم. حبيت كمان اشارك معاكم صور اللانش بوكس اللي انتوا بعتوها لي في رساله على صفحه الفيسبوك بتاعه القناه. دنيا بعتت لي صوره اللانش بوكس بتاع اول يوم في المدرسه. كل سنه وانتوا طيبين يا دنيا، واللانش بوكس ما شاء الله جميل. وندى بعتت لي صور لانش بوكس هي عاملاه، ما شاء الله يا ندى جميل جدا اللانش بوكس اللي انتي عاملاه بنفسك. وشكرا خالص ان انتوا شاركتوا معايا الصور الجميله دي. وانتي كمان بعتي لي صور لانش بوكس انتي عاملاه في رسالة على صفحة الفيسبوك بتاعة القناة، وانا هسيب اللينك بتاعها في صندوق الوصف، وان شاء الله هنشر الصور دي في الفيديو الجاي. احب اشكركم مرة تانية. السلام عليكم. البنات رجعوا من المدرسة وهنشوف هم اكلوا ايه النهاردة. ابتدي بهنا. هنا اكلت الكمثرى، اكلت كل الفاكهة بتاعتها، وسابت تقريبا معظم الطماطم. وهنا اكلت كل حاجة وما شربتش اللبن للاسف، قاعد معظمه. نشوف سما. هنا ما اكلتش الطماطم، ما اكلتش، اكلت تقريبا شويه صغيرين جدا من الفراوله، ما اكلتش التوت، وقاعد هنا شويه من الكمثرى. بس هنا خلصت كل حاجه وكمان شربت اللبن بتاعها. ده كل حاجة، وهنشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي وفيديو جديد من افكار اللانش بوكس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.